أهلا بكم متابعيني الأعزاء في حلقة جديدة من شخصية مؤثرة مع مروة صالح. النهاردة هنتكلم عن صاحب صوت ساحر، وانت بتسمعه تحس انك في رحلة روحانية جميلة، دخل قلوب الملايين وخلد اسمه جواها. هو صاحب الصوت الباكي الشيخ محمد صديق المنشاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اتولد الشيخ محمد صديق المنشاوي في 20 يناير 1920 في قرية المنشاة بمحافظة سوهاج. اتربى في أسرة عريقة اشتهرت بتلاوة القرآن. والده هو الشيخ صديق المنشاوي، وأخوه الشيخ محمود صديق المنشاوي، والاتنين من أعلام التلاوة. دخل الكتاب وحفظ القرآن الكريم في سن 8 سنين. بدأت رحلته في عالم التلاوة بجولاته مع عمه ووالده في السهرات المختلفة. وسنة 1952 قرأ منفردا في ليلة وسهرة في سوهاج، ومن يومها اشتهر اسمه وسافر القاهرة ودخل إذاعة القرآن الكريم واعتمد فيها كمرتل ومجود سنة 1953. وسجل المنشاوي القرآن كامل في ختمة مرتلة، وسجل ختمة قرآنية مجودة بالإذاعة المصرية. وبسبب تميز صوته الخاشع تلقى دعوات من رؤساء الدول لقراءة القرآن وتسجيله، وأطلق عليه في الخمسينات مقرئ الجمهورية العربية المتحدة. قرأ القرآن الكريم في المسجد الأقصى والمسجد النبوي والحرم المكي، وأطلق عليه الصوت الباكي، وده لشدة خشوعه. وبيحكي الشيخ الراحل محاولة قتله بالسم، وده سنة 1963. كان مدعو في سهرة، وبعدها دعاه صاحب السهرة للعشاء مع أسرته. وبمجرد جلوس الشيخ في انتظار الطعام جاله الطباخ وهو بيرتعش وبيقول له إن في راجل دفع له مبلغ مالي علشان يحط له السم في الأكل، ووصف ليه شكل الطبق اللي هينزل قدامه. وفعلا اتفاجئ الشيخ بالطبق وبنفس المواصفات. ووقتها ادعى الشيخ محمد صديق المنشاوي إصابته بالإعياء والمرض، وإنه لازم يمشي في الوقت ده. حصل الشيخ محمد صديق المنشاوي على وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية من سوريا، وغيرها من التكريمات والأوسمة من جميع الدول العربية. حياة الشيخ محمد صديق المنشاوي كانت قصيرة. توفي في 20 يونيو 1969 عن عمر 49 سنة، وده بعد إصابته بدوالي المريء. الشيخ محمد صديق المنشاوي مش مجرد قارئ قرآن، ده مدرسة في التلاوة والخشوع. اسمعوا وعيشوا معاه جمال القرآن. لهنا تنتهي حلقتنا من شخصية مؤثرة. استنوني مع شخصية جديدة. كنت معاكم أنا مروة صالح.